نبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس، اهلا وسهلا بحضرتك على قناه دي ام سي سبورتس. اهلا بيك واهلا بكل اخواننا المصريين. اهلا. في البدايه طبعا الف مبروك لشعب تونس ومنتخب تونس التاهل لكاس العالم بعد غياب من مونديال 2006 وعوده مره اخرى للمونديال، يعني حضرتك تقول ايه؟ ألف مبروك مرة أخرى، زاد ثالثة ورابعة وخامسة للمنتخب المصري وكل الشعب المصري تأهل وكل المنتخبات العربية اللي تأهلت لكأس العالم. الحمد لله، معناها المولى سبحانه وتعالى وفقنا، قدرنا نتأهلوا رغم صعوبة المجموعة اللي كان موجود فيها المنتخب التونسي، جاء بعد تعب وعناء كبير. حاليا معناها طوينا صفحة التأهل، نفكروا في المونديال اللي تفصلنا عنده 7 أشهر ونص تقريبا من اليوم. ان شاء الله معناها ما عنديش تمنيات معناها خاصه بالقرعه، اي منتخب يجي مرحبا به. احنا تاهلنا حاليا باش نحاول نلعبوا حظوظنا الى اقصى حد، نحاولوا نشرفوا كره القدم التونسيه وكره القدم العربيه بدون ادنى شك. لأول مرة السنة دي في كأس العالم 2018 4 منتخبات عربية هتشارك إن شاء الله في هذا العرس الكروي الكبير. هل ترى إن ممكن يعني أي منتخب عربي يبقى ليه فرصة السنة دي بالنظر إن إحنا 4 منتخبات عربية مشاركة لأول مرة، هل هيبقى في فرصة ليهم إن هم في أدوار نهائية مثلا؟ والله بصراحة في فرص أنه إن شاء الله نتمناه أنه ال4 منتخبات العربية يتأهلوا للدور الثاني لما لا. ان شاء الله حتى كان ما تاهلوش الاربعه، اكثر عدد ممكن من المنتخبات العربيه تحاول باش تتاهل. اهم شيء نحاولوا اولا، هذا شرف كبير انه 4 منتخبات في نفس الوقت موجوده في كاس العالم. نحاولوا نلعبوا كورتنا اللي نعرفوا نلعبوها، نحاولوا نشرفوا كره القدم، نحاولوا نشرفوا بلادنا، نحاولوا معناها نلعبوا من غير مركبات، لانه الفجوه اللي كانت الكبيره كانت موجوده بين المنتخبات الكبيره والمنتخبات اللي اقل قلت حاليا في السنوات الاخيره. يعني حظوظنا وافره وبامكاننا اذا كان تضحيات كبيره، وخاصه تحضيرات مهمه جدا في الجزئيات الصغيره قبل كاس العالم. ما ننساوش انه تحضيرات المونديال هذه بيجي في شهر رمضان، والتحضيرات في شهر رمضان بتكون صعبه شويه علينا احنا كعرب مسلمين، يعني التحضيرات باش تكون مكثفه، لكن ان شاء الله باذن الله نكونوا جاهزين في اول مباراه لنا. منتخب مصر تأهل كأس العالم لأول مرة من 28 سنة. معايا كابتن نبيل معلول، أكيد لازم ليه تعقيب كبير على منتخب مصر. والله هذا بالنسبة لي أنا كرويا مش معقول. يعني المنتخب المصري المفروض يكون موجود في كل معناها نهائيات كأس عالم، لأنه خاصة الجيل الذهبي اللي تعدى به المنتخب المصري واللي فاز بطولة أفريقيا 3 مرات متتالية، وهذا إنجاز تاريخي 2006 و2008 و2010. نقول أنه المنتخب المصري ما كانش محظوظ في ذلك الوقت. معناها الجيل هذا حقق معناها طموحات وحقق أحلام الشعب المصري بقيادة المدرب فيكتور كوبر. ورغم أنا معناها من الناس القلائل اللي كنت نقول أنه راهو مدرب على مستوى عالي جدا، مدرب محنك. علاش نقول في الكلام هذا؟ لأنه تحس أنه عرف يتعامل مع عقلية اللاعب المصري، عرف يتعامل مع إمكانيات اللاعب المصري الحالي. لأنه في السنوات الأخيرة معناها اللمسة الفنية اللي كانت موجودة في بداية الألفية وفي التسعينات قلت بالنسبة للمنتخب المصري. هو جاء لقى لاعبين لعب على قدراتهم، لعب على إمكانياتهم، لعب على نقاط القوة نتاعهم، ووفقوا المولى سبحانه وتعالى وتأهل المنتخب المصري، وهذا أهم شيء. رغم النتائج الجيدة جدا اللي حضرتك ذكرتها اللي هيكتور كوبر حققها مع منتخب مصر، ولكن البعض من الجماهير بينتقد جدا طريقة اللعب وان مفيش أداء لمنتخب مصر متعودينه. نوعية اللعب مهمة جدا بالنسبة للجماهير، بالنسبة اللي نحن كمدربين مهمة، لكن تجي في الصف الثاني. أهم شيء النتيجة، ثم بعد ذلك تفكر في نوعية اللعب. معناها الجماهير المصرية تعودت على لاعبين كبار معناها كانوا موجودين في المنتخب المصري، سواء في السبعينات ولا الثمانينات ولا التسعينات ولا في الألفية. معناها كانوا دايما موجودين لاعبين مهاريين، لاعبين على مستوى عالي جدا. ما نحبش نسمي ولا واحد لأني باش ننسى لاعبين كثير مهاريين، سواء اللي لعبت أنا ضدهم ولا اللي معناها كلاعب ولا كمدرب. معناها أساطير كرة القدم المصرية. حاليا تغيرت الأمور، هو في العالم مش في مصر فقط. اللمسة الفنية قلت، المواهب قلت. يعني لازم واحد يكون براغماتيكي، يتعامل مع
الحاضر، يتعامل مع المواهب اللي موجوده، يتعامل مع طريقه اللعب اللي موجوده، يتعامل مع امكانيات اللاعبين اللي موجوده. هذا اللي عمله هيكتور كوبر وعملته انا شخصيا مع المنتخب التونسي. يعني هل ترى ان في فرصه لمنتخب مصر مع هيكتور كوبر في كاس العالم ان هو يعني يتخطى دور المجموعات؟ الفرصة قائمة، لأنه المنتخب المصري عنده لاعبين متميزين حاليا، عنده عدة لاعبين، ممكن أول مرة عنده هذا الكم الهائل من اللاعبين المحترفين خارج مصر، وهذه حاجة متميزة جدا اللي باش يعطيو الإضافة معناها في نهاية كأس العالم، لأن هذه مش تشامبيونز ليج إفريقية، معناها هاي ليفل، مستوى عالي جدا، مباريات أخرى باش تلعب ضد منتخبات معناها اللاعبين نتاعها ينشطوا في أفضل فرق موجودة في أوروبا وموجودة في العالم. وخبرة البريمير ليج، ولا خبرة الدوري التركي، ولا خبرة الدوري البلجيكي، ولا خبرة الدوري الفرنسي ولا الإيطالي، مهمة جدا لما يكونوا عندك لاعبين محترفين. محمد صلاح، طبعا حضرتك يعني كنت من الناس الكتير اللي اشادت بيه تحديدا من بدايه ظهوره في روما، وحضرتك كنت بتحلل على الدوري الايطالي. شايف حضرتك محمد صلاح النهارده احنا بنشوفه هداف الدوري الانجليزي وواحد من اهم لاعبي العالم، يعني ازاي التطور ده في اقل من سنتين؟ والله ما عنديش كلام نقوله الا ما شاء الله تبارك الله، معناها الله يبعد عليه الحسد والله يبعد عليه العين، قاعد يقدم في مستويات معناها خارقه للعاده، ولا حد كان يتصور. معناها الحمد لله، ان شاء الله نتمنى يكمل في المسيره نتاعو، يكمل في التميز نتاعو، يكمل في التالق نتاعو. وانا قلت معناها وقت اللي محمد شاف نفسه مرتاح مع سباليتي وحاليا معناها مرتاح في ليفربول، لانه عرف المدرب نتاعو كيفاش يحطه في اطاره، وكيفاش يعطيه ثقه، كيفاش يخليه يحس انه هو ستار بان تم معنى الكلمه، انه يكون معناها لاعب مهم جدا في ليفربول. وهذا الشيء المتميز عند يورجن كلوب وعند سباليتي، واللي ما لقاش في بدايه مسيرته معناها الكرويه مع تشيلسي. صحيح انه تشيلسي في الوقت هذاك كان تعام بالنجوم، لكن تعامل ممكن لو تعامل بطريقه مغايره جوزيه مورينو مع صلاح راهو خذا منه الماكسيموم. وهذا كيفاش عرف سباليتي ويورجن كلوب انه بتحضيرهم النفسي الجيد عرفوا كيفاش ياخذوا احسن شيء من عند صلاح، واصبح من احسن اللاعبين اللي موجودين مش في افريقيا بل في العالم حاليا. يعني يستحق محمد صلاح جائزة افضل لاعب افريقي العام 2017؟ والله ان شاء الله معناها احسن في افريقيا واحسن لاعب في العالم اذا كان يكمل بنفس المستوى باذن الله. حضرتك تدعمه في هذا الامر؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كابتن نبيل معلول، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا.